بكل تأكيد إن علم التاريخ مرتبط بالقصة أو الحكاية بشكل كبير جدا، لكن خد بالك إن بين التاريخ والقصة في نفق مظلم اسمه الأساطير والخرافات. ومن هنا خلينا أقول لك إن في عشرات بل مئات من القصص اللي تم مزجها وخلطها بالتاريخ على إنها حدثت بالفعل، وللأسف منتشرة بين الناس ومعظم الناس مصدقاها. والمشكلة بقى إن القصص دي بتأثر على عقول الناس بشكل كبير جدا، وبتصبح عندهم بمثابة مسلمات، خصوصا للناس الغير متخصصين. وفي العصر الحالي السبب في انتشار هذه الأكاذيب والقصص الخرافية هو الإعلام. مع ظهور التلفزيون والسينما والتكنولوجيا أصبح للإعلام دور كبير جدا في تزييف الحقائق التاريخية، فمن خلال فيلم أو مسلسل أو حتى برنامج بيتم تنفيذ عمل على أساس إنه تاريخي، لكن خلط الأحداث وتغييرها ده غير شوية التحابيش اللي بيحطهم المؤلف من عنده يجعل القصة بعيدة تمام البعد عن الواقع التاريخي، فبالتالي بيكون المنتج النهائي مجرد قصة وهمية ملفقة على أساس إنها حقيقة تاريخية. لا وإيه بمنتهى البجاحة بتصدر للجمهور على أساس إنها عمل تاريخي. والأمثلة على كده كتير، زي مسلسل الإمام الشافعي أو فيلم الناصر صلاح الدين الأيوبي أو مسلسل ممالك النار. وفي حلقتنا النهاردة هحكي لك وأقول لك على 7 قصص تاريخية خاطئة لم تحدث من الأساس في التاريخ، وانت نفسك هتتصدم شخصيا لما تعرف ان القصة دي اللي انت طول عمرك فاكر انها حقيقية وحصلت بالفعل مجرد أكذوبة. وفي منها كمان اللي انت درسته في المدرسة من وانت وصغير. هتتصدم لما تعرف ان اللي انت درسته في بعض القصص التاريخية غير واقعية وما حصلتش من الأساس. فيلا بينا نبدأ على بركة الله. أهلا بكم، معاكم محمود. قبل ما نبدأ مع بعض يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد وأقدر أستمر معاكم في القناة. أولا، أخطاء تاريخية في قصة صلاح الدين الأيوبي. أولها كده وبسم الله إن صلاح الدين الأيوبي لم يحارب ملك ألمانيا فريدريك بارباروسا الأول، واللي تم ذكره في الإعلام والأفلام زي الفيلم اللي قدامك ده وجسد دوره الممثل عمر الحريري على أساس إنه كان قائد الحملة الصليبية الثالثة بجيش بلغ عدده 100,000 جندي. طبعا كل الكلام ده اتحط في عمل سينمائي وتقدم للناس على أساس إنه تاريخي، لكن في الحقيقة إن ملك ألمانيا فريدريك بارباروسا لم يصل إلى الشام من الأساس، لأنه ببساطة غرق أثناء مجيئه من أوروبا في نهر كالكاديوس عام 1190 ميلادية، فاضطرب جيشه وأصبح مفكك وكان متردد يكمل ولا يرجع. وفي النهاية الجيش الألماني واجه المسلمين السلاجقة اللي أنزلوا بيهم هزيمة ساحقة وأجبروهم على العودة إلى ألمانيا. تاني غلطة، مدينة عكا لم تسقط بفعل الخيانة زي ما هو كان واضح بشكل فج في الأفلام، وقالوا إن والي عكا خان صلاح الدين الأيوبي وبكده سقطت عكا بمنتهى السهولة في يد الصليبيين. الكلام ده خاطئ وملوش أي أساس من الصحة. الحقيقة بتقول إن الصليبيين حصروا عكا 2 سنين، والمسلمين بما فيهم والي عكا استبسلوا في الجهاد والدفاع عن المدينة، إلا إن بعد حصار استمر 2 سنين سقطت عكا بصعوبة في يد الصليبيين، وتم أسر والي عكا بهاء الدين قراقوش أحد أفضل رجال صلاح الدين وقواده، لدرجة إن اضطر صلاح الدين بدفع جزية كبيرة قدرها 60,000 قطعة ذهبية لإخراج القائد بهاء الدين قراقوش وفكه من الأسر. ثالث غلطة، صلاح الدين الأيوبي لم يواجه ريتشارد قلب الأسد من الأساس، يعني ما شافهوش ولا مرة ولا حتى تقابله. فطوال ال6 شهور المدة اللي قضاها ريتشارد قلب الأسد في بلاد الشام لقتال صلاح الدين وإنزال الهزيمة به، إلا أنه لم يواجه صلاح الدين. حتى صلح الرملة المعاهدة اللي كانت بين المسلمين والصليبيين اللي وقعها الملك العادل شقيق صلاح الدين، ريتشارد وصلاح الدين ما تقابلوش ولا شافوا بعض من الأساس. طارق بن زياد لم يحرق السفن الأندلسية. في بعض الروايات التاريخية بتذكر أن موسى بن نصير أرسل لقائد اسمه طارق بن زياد لفتح جنوب الأندلس. وبالمناسبة يعني طارق بن زياد بربري الأصل أمازيغي من قبيلة نفزع. القصة المشهورة بتقول إن طارق بن زياد لما عبر البحر المتوسط ووصل إلى جنوب الأندلس وكان معاه 70 سفينة، يقوم طارق بن زياد يأمر بحرق السفن جميعها وما يخليش ولا سفينة، ويخطب خطبة عصماء في جنوده ويقول لهم إن البحر خلفكم
والعدو أمامكم، فإما النصر أو الشهادة إلى آخر الخطبة. القصة دي انتشرت بين الناس، وممكن تكون أنت اللي قدامي بتسمع الفيديو وبتشوفه مصدق ان القصة دي حصلت بالفعل، معروفة ومشهورة وبتتقال على ألسنة عامة الناس. خليني بقى أصدمك وأقول لك ان القصة دي يا غالي مش موجودة وليس لها أساس من الصحة، وما لهاش دليل ولا أي مصدر في التاريخ الأندلسي من الأساس. فبالمنطق كده والعقل وخليك معايا واحدة واحدة. طارق بن زياد قائد عسكري محنك، فليس من الحكمة العسكرية ان طارق بن زياد يقوم بحرق السفن دي كلها ويغامر بحياة 12,000 جندي. يعني بمنتهى البساطة الجيش ده لو اتهزم هيكون لا حول له ولا قوة. ده طبعا تفكير غير سليم وغير صحيح بالمرة، وما يطلعش ولا يصدر من قائد عسكري محنك وذو حكمة زي طارق بن زياد. ده غير ان السفن دي اصلا لم تكن ملك طارق بن زياد علشان يتصرف فيها بالشكل ده ويحرقها، خصوصا ان هذا التصرف لم يصدر بامر من القائد بتاعه موسى بن نصير. والحاجة الاخيرة عزيزي المشاهد ان طارق بن زياد كان راجل امازيغي، يعني ما كانش بيجيد اللغة العربية ولا بيتقنها ولا يقدر يقول خطاب فيه بلاغة بالشكل ده. القصة الرابعة، اساطير حول طائفة الحشاشين. طائفة الحشاشين أو مجموعة العصابة اللي كانت موجودة في عصر صدر الإسلام، ودي واحدة من أكثر القصص والمواضيع المثيرة للجدل. من كتر القصص والحكايات اللي نسجت حوالين الطائفة دي طبعا طلع عليها كلام كتير ومحدش عارف ايه حقيقتهم، لدرجة انه قريب جدا هيتعمل منه مسلسل، ويا ترى هيتقدم للناس على اساس انه عمل تاريخي ولا عمل درامي وخلاص. لكن الشيء المتفق عليه ان طائفة الحشاشين تعتبر واحدة من اخطر الافكار السياسية الدينية اللي ظهرت في التاريخ الاسلامي، لان الطائفة دي اعتمدت على اسلوب جديد في مواجهة الخصوم وهو الاغتيال المباشر. الطائفة اللي اسسها الحسن ابن الصباح، ومن ضمن اهدافهم الرئيسية نشر المذهب الشيعي على أساس المذهب النزاري الإسماعيلي. ومن أشهر الأكاذيب الخيالية اللي نسجت حول طائفة الحشاشين إنهم اتسموا بالاسم ده لأنهم كانوا بيتعاطوا الحشيش. الكلام ده خاطئ تماما وما يدخلش عقلك عزيزي المشاهد. الحقيقة بتقول إن سبب تسميتهم بالحشاشين نسبة إلى مؤسس تلك الجماعة الحسن ابن الصباح، فأطلق عليهم اسم الحساسين، اللفظ اللي اتحرف عند الصليبيين باسم الحشاشين أو الحشاشين. ده غير إن الحسن بن الصباح لم يبني في قلعة الموت القصور والحدائق وأنهار الخمر والحور العين لأتباعه اللي بيخدرهم علشان يثبت لهم إن دي الجنة. كل الفيلم ده خيال في خيال وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة. طبعا طائفة الحشاشين موضوع كبير جدا محتاج حلقة لوحده. القصة الخامسة، الفلسطينيون باعوا أراضيهم لليهود. الجملة دي بتعتبر من أشهر الأكاذيب اللي مرت علينا في التاريخ، وللأسف الشديد في بعض الناس مسلمين وعرب مصدقين القصة دي بشكل كبير جدا. قبل ما احكي وابين لك الحقيقة المغيبة عن الناس لازم اقول لك ان الفلسطينيون لم يبيعوا اراضيهم من الاساس. الكذبة اللي حمل دعايتها اليهود نفسهم، واستغلوا وسائل الإعلام العربية والدولية ونشروا الكذبة الملفقة على الشعب الفلسطيني بأنهم هم اللي باعوا أراضيهم فيستاهلوا اللي حصل لهم. الكلام ده خاطئ تماما وملوش أي أساس من الصحة، وطبعا الكذبة دي لازم يوثقوها بدلائل علشان تدخل عقل الناس ويصدقوها. فنشروا بعض الصور للفلسطينيين وهم يقوموا ببيع أراضيهم لليهود علشان يصوروهم بمظهر الخائنين اللي باعوا وطنهم. لكن في الحقيقة عزيزي المتابع ان الموضوع ده كذب 100%، والأدلة على كده كتير. منها مثلا ان الدولة العثمانية في الوقت ده كانت في أواخر مجدها، وفي عام 1910 أصدرت الدولة العثمانية قانون اسمه تصرف الأشخاص الحكيم. القانون ده سمح للشركات الوهمية دي بالتصرف في أموال وشركات وأراضي الدولة العثمانية نفسها. فاستغلت بريطانيا القانون ده وسمحت لليهود بتشكيل شركات وهمية، وطبعا الشركات دي هدفها هو إرهاق الفلاحين وإغراقهم في الديون، فبالتالي يجبر الفلاح علشان يسد ديونه إن يبيع الأرض بتاعته أو على الأقل يبيع بيته. طبعا البيع ده تم من خلال سماسرة أو مشتريين من الباطن، لكن طبعا السماسرة دول كانوا موجهين من أشخاص يهود، ومعظم الأراضي اللي استولى عليها اليهود اللي بتصل لنسبة 7% من مساحة فلسطين قبل قرار تقسيم فلسطين تم من خلال بيع الأراضي عن طريق المزادات. وكلنا عارفين كويس إن الأراضي أصلا ما كانتش ملك الشعب الفلسطيني، ولكنها
كانت ملك للدولة العثمانية، يعني الشعب الفلسطيني لم يملك أراضي حاله زي حال الشعب المصري، الأراضي كلها كانت ملك للدولة العثمانية وتم بيعها من خلال المزادات وشراء إقطاعيات كبيرة من البشوات العثمانيين من خلال سمسرة، وفي الباطن كانوا يهود. وحتى لو الصورة دي حقيقية فدي حالة فردية الشعب الفلسطيني غير مسؤول عنها. وجملة ان الفلسطينيون باعوا أراضيهم لليهود الكلام ده خاطئ وملوش أي أساس من الصحة. القصة السادسة، أخطاء في الثورة العرابية، ومشهد لم يحدث من الأساس من وحي خيال أحمد عرابي. كلنا اتعلمنا في المدارس إن الضابط المصري أحمد عرابي الزعيم الوطني اللي وقف ضد الظلم والفساد من الإنجليز والفرنسيين وعلى رأسهم الخديوي توفيق. درسنا طبعا أسباب وأحداث الثورة العربية ومظاهرة عابدين، وفي مشهد درامي معروف ومشهور كلنا عارفينه حصل في قصر عابدين إن أحمد عرابي بقى راكب فوق الحصان وبيقول للخديوي توفيق لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. وطبعا يعني دراما والناس فرحانة، وانا وانت بقى في ابتدائي واعدادي كنا منبهرين بشخصية احمد عرابي وشجاعته وبسالته قدام الخديوي توفيق. خليني اصدمك واقول لك عزيزي المتابع ان المشهد ده ملوش اي اساس من الصحة وما حصلش اصلا في التاريخ. يعني ببساطة المشهد ده كان من وحي خيال احمد عرابي، حلم كده حلم ظريف وتخيل نفسه بقى انه بيعمل الكلام ده وراكب فوق الحصان وبيقول له الخديوي انت ايه لقد خلقنا الله احرارا، وبيبين بقى عظمته وشجاعته قدام الناس كلها علشان التاريخ يقول عنه ان كان ضابط شجاع جدا. مفيش اي مصدر او دليل على الحكاية دي غير مذكرات عرابي نفسه اللي كتبها بخط ايده ايام الخديوي عباس حلمي الثاني لما رجع من المنفى. حتى الامام محمد عبده في مذكراته لم يذكر الواقعة دي. ده غير طبعا مؤرخين كتير عصروا الثورة العربية محدش فيهم ذكر حادثة قصر عابدين. وبعيدا عن ذكر الواقعة دي في المصادر التاريخية، تعالى كده انا وانت نتكلم بالعقل وبالمنطق. ازاي يعني ضابط ايا كانت رتبته يتكلم مع الخديوي توفيق بالشكل ده؟ لا وايه يكلمه من فوق الحصان بتاعه والخديوي واقف على رجليه. والله العظيم احنا شعب طيب وبنصدق اي حاجه. القصه السابعه، قالوا لنا ان احنا اتهزمنا في حرب فلسطين بسبب الاسلحه الفاسده. عام 1950 نشر الكاتب احسان عبد القدوس في جريده روزا اليوسف اللي كان رئيسها وقتها عده مقالات صحفيه عن صفقه الاسلحه الفاسده. المقالات دي عزيزي المتابع حققت نجاح كبير بين الناس في حمله ممنهجه لاقناع الشعب المصري ان سبب هزيمه الجيش المصري والعرب في حرب فلسطين هي الاسلحه الفاسده اللي عقدتها حكومه الملك فاروق، وان الاسلحه دي بايظه وفي شنك والجنود لما بيجي يضربوها بترد الورق وبتنفجر فيهم. وللاسف الشديد معظم الناس في مصر والدول العربيه صدقوا قصه الاسلحه الفاسده. علشان اثبت لك قد ايه الاعلام بيأثر في عقول الناس، لدرجه ان قصه الاسلحه الفاسده دي كانت احد اسباب قبول الشعب المصري لثوره 23 يوليو. والكارثه الكبيره ان الكلام ده بيتم تدريسه في الكتب المدرسيه، لكن الحقيقه بتقول غير كده خالص. ازاي يعني الجيش راح يحارب في معركه خارجيه مصيريه ضد اليهود بسلاح فاسد؟ يعني الجيش ده ما جربش الاسلحه دي، ما اتدربش عليها؟ طب ازاي؟ فهمني اقنعني. اسباب هزيمه العرب والجيش المصري في حرب فلسطين كانت كتيره، منها الاسلحه اللي الجيش والجنود ما اتدربوش عليها. لكن برضه مش عايزين نغفل ان كان فعلا في بعض الاسلحه الفاسده اللي كانت منتهيه الصلاحيه وكانت موجوده ومتمثله في الذخيره نفسها. الذخيره الفاسده او الفشنك زي ما بيقولوا عليها دي تم جلبها من خلال السوق السوداء. الفساد عزيزي المشاهد كان موجود بالفعل، بس ما كانش في الأسلحة نفسها ولكن في حكومة الملك فاروق اللي كانوا بيرتشوا وبياخدوا أموال كبيرة جدا وعقدوا صفقات الأسلحة دي بمبالغ خيالية. أنا هكتفي معاك عزيزي المتابع علشان بس ما تملش ولا تتصدم مني بهذا القدر من القصص المخادعة في التاريخ. لو أنت اتصدمت أو كنت فاكر إن في منها كان حقيقي ومسلم بيها يبقى كده أنا عملت اللي عليا. ما تنسانيش بقى من اللايك والاشتراك في القناة علشان أقول لك على قصص تاني. وبكده يكون عزيزي المتابع حلقتنا النهارده خلصت. اشوفكم في حلقات تانية ومواضيع مثيرة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.